السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حلقة جديدة برضو في حلقات سلسلة مشاهير التيك توك. لكن النهاردة أنا لا جايب فيديوهات ولا جايب صوت، مع إن في حاجات جديدة لكن أنا مش جايبها. أنا جاي النهاردة علشان أتكلم في حتة معينة وحتة مهمة جدا جدا جدا. طبعا خلاص احنا عارفين بقى من الكام يوم اللي فاتوا دول الأحداث اللي بتحصل ومين اللي اتقبض عليه ومين اللي بيتحقق معاه بس انا عندي مشكله ملاحظها بقالي يومين او ثلاثه من ساعه شاكر ومداهم وسوزي ما اتقبض عليهم. الا وهم الفانز بقى بتوعهم، الناس المتابعين للناس دي. الناس دي عندها مشكله وبيحاولوا بشتى الطرق يغلطوا الشرطه المصريه ويغلطوا الداخليه والنيابه في انه لا شاكر ما بيعملش حاجه، لا سوزي ملهاش ذنب، لا مداهم ده احسن حد في الدنيا. يا جماعه الخير سيبوا الناس تشتغل. انا هكلمكم في الحته دي كواحد مصري عايش في دوله عربيه. يا جماعه الموضوع بقى اكبر من نطاق مصر. الموضوع بقى ترند على مستوى الوطن العربي. الدنيا كلها بقت سامعه بينا وعارفه باللي بيحصل، وبقوا عارفين ام مكه ومساجده ووفاء عامر وسوزي، وعارفين محمد عبد العاطي، وعارفين شاكر، وعارفين مداهم، عارفين الناس كلها. بقوا عارفين سلمى الرحال، ناس للاسف ما كانش حد يسمع عنهم. لكن مروه بنت الرئيس محمد حسني مبارك على حد كلامها فتحت موضوع كبير جدا، وفتحت اسف يعني في اللفظ بلاعه، طلعت كل القذاره اللي موجوده في مصر. شكلنا قدام الناس في كل حته بره مش احسن حاجه. سيبوا الشرطه تشتغل، سيبوا الداخليه تشتغل، سيبوا القضاء يشتغل، واللي عنده حق واللي طلع بريء يا جماعه هيطلع وهيبقى مفيش مشكله. لكن اللي عنده مشكله لازم يتحاسب، اللي عنده غلط لازم يعاقب عليه، لازم يتحاسب. الناس دي لازم لو عندها غلط، ولو الكلام اللي بيتقال ده يا جماعه كلام كبير جدا وكتير جدا، ما بين بقى تجارة أعضاء وما بين تجارة مخدرات وما بين تجارة سلاح وما بين آثار وما بين خدش للحياء العام وما بين استخدام خاطئ للسوشيال ميديا. كلام كبير وكتير ومخلي شكلنا مش حلو قدام الناس كلها. سيبوا القضاء يقتص من اللي غلطان، ما بقولش حد بعينه. شاكر، مداهم، سوزي، بقال 3 أيام في حملة قوية جدا على ان الناس دي يا جماعة ما عملتش حاجة، والناس دي لازم تخرج. لازم ايه تخرج؟ يا جماعة الناس دي واحد ممسوك بمخدرات، واحد ممسوك بمخدرات وسلاح، واحدة ممسوكة علشان أسوأ الألفاظ، اللي اسمه محمد عبد العاطي أسوأ وأقذر كلام في فيديوهاته. يعني أنا اتفرجت عليه بعد ما اتقبض عليه. لا مش ممكن، يعني ازاي ده واحد قاعد برضه بيقول الألفاظ، واللي هو بيعمل صوت البطة ده. صوت البطة بيطلع بعد ما اللفظ يتقال، يعني اللفظ باين وواضح ومعروف بيقول ايه. فيا جماعة الكلام ده كله هيفرق في شكل مصر قدام العالم. اللي بيحصل دلوقتي كتير بقى، هيبقى الناس خايفة انه لا انا ما اروحش مصر، ده في تجارة اعضاء. يا عم تجارة اعضاء ايه؟ مصر أأمن مكان على الارض وستظل أأمن مكان على الارض. لكن سيبوا الناس تشتغل، وسيبوا الشرطة تشتغل، وسيبوا القضاء المحترم يشتغل، علشان خاطر الناس دي على الأقل الأجانب اللي بينزلوا لنا مصر. وأنا أقصد بالأجانب كل من هو بعيد عن المصرية، يعني كل من هو غير الجنسية المصرية، سواء عرب سواء أجانب سواء أي شيء، ينزلوا مصر ويعرفوا ان مصر فيها امان، ويعرفوا ان مصر فيها قضاء، ويعرفوا ان مصر لا اللي غلطان بيتحاسب واللي غلطان بيتجاب وبيتحاسب. لكن مش طلعوا شاكر عشان حبايبه عايزينه، يا سلام. طلعوا مداهم علشان حبايبه عاملين، يا سلام، ما يعملوا اللي يعملوه. يا جماعه ارجعوا اتفرجوا على التيك توك. انا متابع التيك توك بقالي ال3 ايام اللي فاتوا دول. لا اتفرج على التيك توك، ما بقاش عليه مصريات، واللي عليه المصريه اللي عليه لا لما نفسها. لا الناس خافت، الناس
بدأت تحترم نفسها في اللايفات. فده مش غلط اننا نمشي صح، فده ما يبقاش غلط. اللي حابب الغلط هو غلط. هو ده اللي كنت حابب اقوله، هو ده اللي كنت حابب انبه بيه رواد التيك توك، الفانز بتوع الاستاذ شاكر، الفانز بتوع الاستاذ مداهب، الفانز بتوع سوزي هانم. يا جماعة الخير، لا يصح الا الصحيح، وده في الاول وفي الاخر لا شكل شاكر ولا شكل مداهم ولا شكل سوزي، ده شكل مصر. اذا عجبتنا الحلقة يا ريت ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلنا كل جديد، واشوفكم على خير.